وبنرحب بالزميل مأمون الفداوي اللي انضم لفريق الإعداد. ودايما وأبدا الكل يعمل بروح الفريق الواحد عشان تشوفوا حضراتكم إنتاج هذا المجهود. نشوف في هذا التقرير الصوتي كيف تم رصد هذه اللحظات المهمة اللي هسأل المهندس عدلي عليها، كيف يمكن تحويلها إلى لحظات حقيقية يبنى عليها. لم تعد الأرقام 74 20 بالنسبة إلى جماهير الأهلي والزمالك مجرد إشارات عديدة لأشياء مادية ملموسة فحسب، بل تخطط إلى دلالات إنسانية وروحية كاشفة لمعاني الوفاء والإخلاص لأرواح الشهداء من جماهير الناديين الذين رحلوا بأجسادهم، لكن بقيت أرواحهم الملهمة بين رفقتهم من الأحياء الذين لم يتركوا مناسبة إلا ورسموا لوحة إنسانية معبرة تطمس كل ألوان التعصب الممقوت. كان آخر ما استلهمته الجماهير من روح الشهداء تلك اللوحة التي جسدت كل معاني الوفاء والامتزاج الروحي. بدأت بهتافات جماهير الزمالك لأرواح شهداء الأهلي عند الدقيقة 74 من مدرجات ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، فكان الرد سريعا في اليوم التالي من جماهير الأهلي بالهتاف لأرواح شهداء الزمالك عند الدقيقة 20 من مدرجات ملعب السلام بالقاهرة. هذا المشهد الإنساني كان حديث الصحف والمواقع، مثار تعليقات النجوم والجماهير، حتى كتب أحد مشجع الزمالك عبر تغريدة لها دلالاتها: كنت لسه هحتفل بجول الاتحاد في الأهلي، لكن هتافات جماهير الأهلي لشهداء جماهير الزمالك أخجلتني. هكذا رفرفت أرواح الشهداء بين الرياض والقاهرة لتبعث برسائل المحبة والوئام إلى جماهير الناديين. رفرفت أرواح الشهداء لتعيد الأمل في عودة الجماهير إلى المدرجات. رفرفت أرواح الشهداء لتعيد الأمل في نبذ التعصب وإخماد فتنة دأب على إشعالها أصحاب النفوس الضعيفة. رفرفت أرواح الشهداء لتبعث برسالة إلى جميع الأحياء مفادها: انضبطوا، الله يخليكم، فلن تحتملوا فاجعة جديدة. دعني أحيي أولا الزميل الجديد مأمون الفداوي على هذا التقرير الصوتي الجميل، والذي اختار صياغته بعبارات دقيقة، هو اللي كاتبه. الصياغة عجباني جدا والربط، لأن الحقيقة ده تجسيد بقى، ده اللي بنقوله يا جماعة، احنا لحظاتنا الحقيقية في وادي ولحظاتنا الزائفة في وادي آخر. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.